بتبتدي قصة فيلمنا بأب اسمه سيبستيان جايب لبنته آنا باتيناج هدية، وبتلعب بيه بنته وهو كمان بيحاول يلعب معاها، وهي بتضحك عليه وبتعلم أبوها يلعب ازاي. وبيسمعوا صوت فبيوقفوا لعب وبينزلوا بسرعة، لكن فجأة في حد بيضرب سيبستيان على راسه، وبيكونوا 3 عمي وبيكملوا عليه ضرب، وبياخدوا الشنطة اللي معاه وبتكون مليانة أكل. وآنا بتكون قاعدة خايفة، وبيلبسوا نظارات هي وأبوها وبيطلعوا بره المكان اللي كانوا فيه. وبينتشر خبر بوجود حالات انتحار جماعي، والخبر بيكمل إن كل اللي ينظر للكائنات الغريبة ديت بينتحر مباشرة، وبينبهوا بعدم النظر لهذه الكائنات. وبتظهر برشلونة وناس كتير جدا ميتة، والمدينة كلها متدمرة. والأب بيلاقي ناس ماشية وبيقول لبنته عارفة طبعا هتعملي ايه، ما تخرجيش غير لما ناديكي. وسيبستيان بيقول للناس اهلا بيكم مرحبا، وبيعرفهم على نفسه وبيعرفهم انه مصاب وعايز طعام. فهم بيقولوا له انهم مش هيقدروا يساعدوه، وبيعرفهم انه يعرف مكان مولد كهربي. فالناس بتقف، وبيكمل انه مهندس وبيعرف شركته مخبية المولد الكهربي فين، وانها تقيلة جدا عليه لوحده فلازم حد يساعده. وبيسألوه انت لوحدك؟ فبيقول ايوه. فبيمشي معاهم وبيدخلوا جراج اتوبيسات كبير جدا، فبيشيلوا الغمامة من على عينيهم، وبيتعرف عليهم وبياكل معاهم وبيقعد كمان معاهم. ولما بيناموا بيقوم سبستيان وبياخد مفاتيح اتوبيسات كتير، وبيتسحب للاتوبيس اللي الناس نايمة فيه، وبيجرب مفاتيح الاتوبيس. فبيلاقي واحدة صحيت، وبيقفل باب السواق وبيجرب اخر مفتاح، وفعلا الاتوبيس بيدور. وهي بتقول له لا اقف، والناس كلها بتصحى والاتوبيس بيتحرك. وبيسوق بجنون وبيحاولوا يمنعوه، لكن ما بيقدروش، وبيكسر الباب الحديد بتاع الجراج والاتوبيس بيتقلب بره. وبينزل سيبستيان من الاتوبيس ويقول لقائد المجموعة انظر انها جميلة، هو طبعا قصده على الكائنات. والراجل بيبص ولون عينه بيتغير، فبيمسك زجاجة من الأرض وبينتحر، وبيطلع منه نور في السماء وبيسقط على الأرض. وبتنزل كمان واحدة من الأتوبيس، وسيبستيان بيفتح عينيها بالعافية وبتبص على الكائنات، ولون عينيها برضه بيتغير وبتنتحر في الحال. وواحد تاني بيولع في نفسه والأتوبيس باللي فيه، وبيطلع نور كتير لكل اللي مات. وبتظهر آنا تاني وبتمسك ايد أبوها، وآنا بتقوله انت أنقذتهم يا بابا، ويقول لها كده هيكونوا بخير. فبترد وتقول اكيد ارواحهم بقت حرة. وتسأله مش انت شفت انوارهم؟ وقبل 9 شهور بيفتكر سيبستيان بيكون واقف في شغله، وبيجيله تليفون ان في توربينتين متعطلين، وبيعرف ان عدد من العمال سقطوا فيهم، وبيعرف انهم قفزوا فيها لوحدهم. وبيسمع في إذاعة سيارته بحدوث تصادم قطارين ببولندا، وبيدخل شركته وبيلاقي زمايله بيجروا، ومراته بتكلمه وتقول له شفت الأخبار؟ يقول لها أيوة القطارين بتوع بولندا. فبتقول له لأ، ده في كل أوروبا. وبيشوف الأخبار في التلفزيون إن في حالات انتحار كتيرة جدا جدا، وواحد بيرمي نفسه. ومراته بتقول له لازم تجيب آنا دلوقتي حالا. وبيبص وراه بيلاقي زميله بيشنق نفسه، وبينزل تحت بيلاقي واحد وقع على عربيته، والناس بتجري، فهو كمان بيجري لأقرب محطة مترو، وبيلاقي مج جه ناحية رجليه، وبعدها المج بيتحرك ناحية قضبان المترو، وكل الناس بتبص في اتجاه، وكل حاجة على الأرض بترتفع حتى المج. فساعتها بيفهم انه ما يبصش وينظر عكس الاتجاه، وفعلا لون عيون الناس بيتغير وبيجروا لاتجاه النظر، وهو بيكمل عكس الاتجاه، والناس كلها بترمي نفسها على القضبان. والمترو بيجي وبيروح المدرسة، وبيلاقي المدرسة ميتة في الفصل، وبيلاقي بنته خايفة مع زمايلها. فبياخد بنته ويقول لها ما تبصيش. وبيلاقي نار فبيدخل الكنيسة، وبيلاقي كاهن، والكاهن بيقول له لازم ترى وتنظر للكائنات دي. والكاهن يقول له عشان تعيش. وسيبستيان يقول له انا كل اللي عايزه بنتي تكون بخير. وسيبستيان بيقول لبنته دايما بص على السلسله ديت وما تبصيش لاي شيء. وبيخرجوا بره، وبيكون مخبي بنته جوه الجاكيت، وبيقابل مراته، ومراته بتجري عشان تعدي، لكن للاسف عربيه بتخبطها. بيظهر سيبستيان لابس نظاره ومعاه بنته، وبيشوف واحده داخله صيدليه، فبيروح لها لوحده وبيقول لها انا سيبستيان، وهي اسمها كلير، لكن في كلب بيهجم عليه. وبيكون مع الكلاب 2 شباب، واحد منهم يقول له انت بتتسلل ليها ليه؟ فبيقول لهم انه تعرض للسرقة والضرب، وبيقول لهم خدوني معاكم انا عندي مولد. فكلير بتدخله معاهم،
وبتمسكوا كلب، وكلهم بيكونوا مغميين عينيهم لغاية ما بيوصلوا للمكان اللي بيقعدوا فيه، وبيلاقوا بنت صغيرة اسمها صوفيا، وكلير بتديها شوكولاتة. وواحد من الشباب بياخد سبستيان على جنب ويقول له صديقي اسمه اوكتافيو وانا رافا، ويسأله انت لوحدك؟ فبيقول له ايوه. وبيقول له كنت مع مين؟ فبيقول له انا كنت مع مجموعة وشافوا الكائنات. ورافا يقول له وانت ما شفتهاش؟ فبيقول له ايوه استخبيت. ورافا بيطلع خريطة ويقول له فين المولد؟ ويقول له في واحد هيروح معاك. فسبستيان بيعترف انه مفيش مولد وانه مؤلف القصة ديت عشان يبقى معاهم. فرافا بيتنرفز وسبستيان بيقول له كنتوا هتسيبوني لوحدي. وخافت صوفيا وجريت ومسكت ايد كلير. وصوفيا حكت اللي حصل معاها، انها كانت ماسكة ايد امها والناس كانوا بيخبطوا فيهم عند القلعة لغاية ما ايديها سابت ايد امها. وكلير بتقول انها لقيتها بالليل وكانت بترتعش من البرد. فسبستيان بيقترح انهم لازم يمشوا من هنا. ورافا بيقول له محدش سألك. فسبستيان بيكمل هنعمل ايه لما الطعام هيخلص؟ احنا في نفق. وبيقول قعدتنا هنا انتحار. فكلير والناس كلهم بيوافقوه في الرأي. وسبستيان بيفتكر من 8 شهور كان ماشي على جوجل ماب بالسماعة وكان مغمى عينيه لغاية ما بيوصل المستشفى. وبيقول بنتي عندها حمى، محتاج طبيب ضروري. ومحدش بيرد عليه لان طبعا كله انتحر. وبيروح جنب بنته وبيتأسف ليها عشان معرفش يعالجها. ويقوم سبستيان بالليل ويتسحب بالراحة وبيقطع جزء من أحزمة الكلاب. وفي تاني يوم بيتحركوا كلهم والكلاب قدامهم. وفجأة بتظهر بنته وتقوله الكائنات بتغني. وصوفيا بتسمع أمها والكائنات بتكون حواليهم في كل مكان. والكلاب بتجري لما الأحزمة بتتقطع. وصوفيا بتسمع صوت أمها تقول لها تعالي. وكلير بتسمع حد بيقول لها سبتيني ليه؟ وصوفيا بتمشي بعيد عن كلير. ورافا برضو بيسمع صوت أبوه وأمه وبيتلفت. وصوفيا كانت هتشيل الغمامة لكن كلير بتلحقها في آخر لحظة. ورافا بيشيل الغمامة وبيشوف الكائنات. وبعدها بيكسر زجاج سيارة بدماغه وبينتحر. وأوكتافيو بسرعة بيفتح أحد الأبواب وبيتدخل كلير وصوفيا وأبو وأم رافا. فبيتضايق سبستيان بس بيدخل معاهم ويقول اقفلي الباب بسرعة. وسبستيان بيدي سلسلة آنا لصوفيا. وبعدها بيفتكر برضو قبل 7 شهور كانت آنا خايفة وبيكون واحد بيصرخ ويقول سيبوني، واتنين مكتفينه. والكاهن بيمسكه من دماغه وايديه عليها عين وبيرسم عين بقلم فحم على راس الراجل وبيفتح عينيه بالعافية. وبتظهر آنا لأبوها تاني وبتقوله السلسلة دي كانت بتاعتي. فبيقول لها عشان كانت خايفة. وتقوله ساعدها عشان نجتمع تاني أنا وإنت وأمي. وكلير بتسأل سبستيان عن آنا وما بيردش. وبيكون الراجل الكبير بيتألم وبيقولوا لازم يجيبوا مضاد حيوي لخفض الحرارة. وبيطلع سبستيان غرفة وبيلاقي الشباك مفتوح وبنته واقفة. وبيقول قفلت الشباك. وبيجي اوكتافيو وبيشيل الغمامة من على عينيه وبيشوف الكائنات ولون عينه برضه بيتغير وبينتحر قدام سبستيان. وبتيجي كلير على صوت اوكتافيو وبيقول اكيد نسي يقفل الشباك. وكلير تقول لازم نمشي حالا. وانا تقول له شيل الغمامة من على عينيها وما بيرضاش. وبيمشي سبستيان وبيسيب بنته. وكلير بتحط مضاد حيوي على جرح الراجل الكبير وتقول له ان اوكتافيو نسي شباك مفتوح. وبنته بتلومه انه ما شالش الغمامة من على عين كلير. فبيقول لها ما شفتش نور لاوكتافيو. فانا بتقول له انت فقدت ايمانك خلاص يا بابا. وبيخرجوا بره وبيكون في موتوسيكل واقف وسبستيان يقول لهم اجروا بسرعة. والموتوسيكل بيوقع الراجل الكبير ومراته بترجع له لكن سبستيان بيكمل وبيشد كلير وصوفيا. وكلير تقول له اقف اقف ويقول لها لا عشان الكائنات وصلت خلاص. وكلير بتزعق لسبستيان وتقول له انت كذاب، انت كدبت علينا، انت شفت الكائنات. وبنته تسلطه وتقول له افتح الباب. وكلير تقول له انت واحد منهم ويقول لها انا انقذتكم منهم. وتقول له انت قتلت اوكتافيو ورافا وكمان شخصين دلوقتي. وبنته تقول له لازم نتجمع تاني يا بابا انا وانت وامي. ويقول لها بس كفاية. وكلير تقول له انت بتكلم مين؟ ويزعق لبنته ويقول لها كفاية. وبيسمع في ناس تحت في البيت تبع الكاهن.
فبيخلي كلير وصوفيا يهربوا لفوق على السطح بسرعة، وكلير بتقع على السقالة. وسيبستيان بيمسك صوفيا ويقول لها ما تخافيش، لكن بنته تقول له انقذها، شيل الغمامة من على عينيها. وتقول له عشاني، وفعلا كان هيشيل الغمامة من على عين صوفيا، وبيكون متردد وبيلاقي بنته بتنزف من راسها، وتقول له يلا شيل الغمامة. وصوفيا تقول له انت بتكلم مين؟ وفي اخر لحظة بيحضن صوفيا وبيتأسف لها، وبيفتكر انه كان نايم على السطح هو وبنته واتنين مكتفينهم، والكاهن واقف وابوها بيقول لها اوعي تبصي وما تفتحيش عينيكي. لكن الكاهن بيرسم بالفحم عين على راس انا، وبيفتح عينيها بالعافية ولون عينيها بيتغير، وهي بتروح لاخر السطح. والكهنة بيسيبوا ابوها لكن بعد فوات الاوان، وبتكون انتحرت. وبيتلفت للكاهن وبيكون كله غيظ، وايد بنته بتمسك ايده وبتظهر صورة بنته مرة تانية. وبينزل سيبستيان لكلير على السقالة ويطلعها، ويعترف انه بيرى الكائنات وما بيحصلوش حاجة، وانه فرصتهم الاخيرة للنجاة والوصول للترفليك عشان يمشوا ويروحوا للقلعة. فكلير بتقوله انا هخاطر من غيرك، وبيسمع حد تحت في العمارة اللي هم فيها، فبيهربهم للسطح تاني. وبتيجي واحدة تبع الكاهن، لكن سيبستيان بيخلص عليها، وبينزلوا وبيلاقوا عربية فيها مفتاح وبيركبوها بسرعة بعد ما بيخرج جثة صاحبها. وبيدور العربية، وأتباع الكاهن بيخبطوا على الإزاز، لكن بيجري بالعربية بسرعة، وأتباع الكاهن بيركبوا عربية تانية عشان يلحقوهم. وسيبستيان بيشوف بنته وبيفديها، ولغاية ما بيوصل لمحطة التلفريك، وبينزلوا بسرعة، وبيحط منديل ناحية بنزين العربية وبيولع فيه، والعربية بتنفجر بأتباع الكاهن. وسيبستيان بيقول لكلير وصوفيا يطلعوا للمحطة بسرعة، وهو هيفضل هنا عشان محدش يلحقهم. والكاهن يقول له سبتنا ليه؟ وصوفيا كانت هتقع من على ارتفاع، فكلير بتشيل الغمامة من على عينيها عشان تعرف تكمل وتطلع. وبتوصل كلير لكن التلفريك ما بيكونش شغال، وبتحاول فبتشوف الكائنات وهي طيور من بعيد، فبتضرب الجرس وكلير بتسمع صوت وبتربط عينيها بسرعة تاني. وفي نفس الوقت بتطلع آنا على العربية المولعة والنار بتمسك فيها، لكن سيبستيان بيفهم إنها مش بنته وإنها الكاهن، وفعلا بيضربها بسيخ حديد في بطنها وبتظهر على حقيقة الكاهن. وكلير وصوفيا بيسمعوا أصوات عشان يشيلوا الجمامة، وصوفيا كانت هتقع، وبيشتغل التلفريك وبينطوا لما بيوصل قدامهم. والكاهن بيقتل برضه سيبستيان وبيسقط على الأرض، وصورة بنته بتحضنه. وبيوصل التلفريك للقلعة، وبيجي رجالة الجيش وبيقوموهم ويقولوا لازم نستوجبهم الأول. وكلير بتلاقي ناس كتير في محصن منور ومغطي بالكامل، وأم صوفيا بتشوف بنتها وبتنده ليها وتحضنها وتبوسها. وكلير بتكون سعيدة جدا، والمحققة بتحقق مع كلير وتاخد منها عينة دم، وبيكون في مختبر 3 فيران عشان يجربوا عليهم مصل عشان كل الناس تاخده عشان ما ينتحروش. ولكن بيكون في واحد لحقوه قبل ما ينتحر، لكن برضه بيقول عايز يشوف الكائنات. وبكده يكون مخلصنا خلص، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.